السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مالح وحلو مع ام رشيد داركم دائما في سلسله وصفات حلويات العيد. جيتكم اليوم بهذا الصابلي اللي ما يخطيش العائله الجزائريه في العيد. صابلي بطريقه سهله ومقادير موجوده في كل منزل وتزيين بسيط وجميل. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم، والى عجبتكم ما تبخلوش عليا بالجام والبارطاج مع احبابكم وصحابكم، وندوزو نشوفوا طريقه التحضير. فرجه ممتعه. في الغيسيبيون تاعي راح ندير انا هنا كميه صغيره، درت 120 غرام مارغرين. هذا واش كانت عندي مارغرين. تقدروا ديروا 125 غرام، تقدروا ديروا 250 غرام. درت لها الرشه تاع الملح ودرت لها لافاني. ما كاش عائله جزائريه ما ديرش الصابلي، انا ما كذبش عليكم. هذه اخر حلوه درتها من حلويات العيد. نحب الصابلي كيكون في الطابله. اليوم جبت لكم بطريقه هايله وتزيين هايل واقتصادي وبمكونات في كل منزل. واش درت لها؟ قلت لكم درت 120 غرام مارغرين، درت رشه تاع الملح، درت لافاني، درت كاس غربه سكر كلاصي، زدت 2 بيضات كامله، وزدت لها شويه عطر الزبده. علاش؟ راح ندير كاس ناقص اصبع تاع الزيت. هنا نضرب كلش مع بعض كيما راكم تشوفوا. حتى تذوب لي هذيك المارغرين تخدم مليح مع البيض والسكر. نجيب كاس تاع الزيت، درت انا كاس ناقص اصبع، تقدروا ديروا كاس معمر. نضيفوه تدريجيا ونخلطوه. هنايا كاين بزاف لي الصابلي ما ينجح لهمش، علاه ما يخدموش المارغرين مع الزيت مليح. شوفوا هاد الوصفه صدقوني ما ينقص لكم حجم الصابلي، ما يتكمش لكم، ما يجيكم مقسوم ولا مكسر. رايحين تنجحوا فيه. هنا درت 2 مغارف مايزينا، خلطتها مليح. تاني جبت الفارينه، درت كاس الاول تاع الفارينه، ودرت نص كيس خميره الحلويات. ما ديروش الكيس كامل، درت نص كيس. هذا الكاس الثاني تاع الفارينه راني نضيف فيه ثاني، ولازم تتغربل الفارينه. زربت لكم الفيديو باش ما يجيش طويل، ونطموه غير بصبعتين يدينا. هذه ثاني الغلطه اللي يديروها البعض، يعجنوا الصابلي، والصابلي ما يتعجنش. كي تعجنيه ما راحش يجيك شباب، راح يجيك معجون وراح يجيك مقلص في حجمه تاعو. هنا الكاس الثالث راني نضيف فيه تدريجيا، ودائما نقول لكم صيروا الفرينه تاعكم. كاس ثالث. الكاس الرابع راني نضيف فيه تدريجيا 4 كيسان دات لي العجينه تاعي. وشوفوا دائما نقول لكم طموا بصبعتين يديكم، واللي الدوزيام تيستيو بها باش تشوفوا لا راهي تلصق ولا لا. تتحصلوا على عجينه طريه ما تتلاصقش، تكون طريه وما تتلاصقش. الكاس الرابع هنايا شوفوا اش بقى لي منه شويه برك، ومن بعد كملت هذيك شويه للامانه. هاي لك العجينه اللي نتحصل عليها، نحطها نقسمها عجينتين، وبديت نفتح في ساشي. تقدروا تفتحوه فوق بابي كويسون، ولا ديروا كيما درت انا في ساشي. الحجم ولا السمك تاعها ما ترققوهاش بزاف وما تخشنوهاش بزاف، خلوها 1 مليمتر هكا. دوك تشوفوا الحجم. انا جبت هذا الطبع حجم كبير، تحبوا ديروا طبع صغير ديروا طبع صغير. انا هنا حبيتها تكون بحجم كبير. شوفوا السمك تاعها كيفاش. عاونوا روحكم بالكوبات. هنا رفدت لكم بيدي وزيد جبت لكم الكوبات باش تقدروا ترفدوها، باسكو راح تجيكم هشيشه وطريه العجينه. هنا شعلوا الفرن تاعكم على 180 درجه، خلوه يسخن. كي ديروها نقصوا له بيان سور. هنا الشكل الثانيه هنا كي راهي طيب. شوفوا باش تشوفوا صدق ومصداقيه الوصفه. هاي ليك بعد ما طابت لي طيبتها انا غير من التحت. كي تشوفوها حمارت طفيوا لها وخرجوها من الفرن تاعكم. جات حبه على حبه، صدقوني حبه ما تكمشت، حبه ما تكسرت، حبه ما جات كبيره على اختها. هنايا التزيين كيفاش راح يكون. شوفوا التزيين انا جبتكم على طريقتي، تزيين بسيط بمكونات واش كاين في المنزل، يعني نتوما احرار. هنا راني ندير بالطوفيه كراميل صنع منزلي. الوصفه راهي في القناه، كتبوا طوفيه كراميل مالح وحلو مع ام رشيد تخرج لكم. كاين اللي درت لهم معجون المشماش، وكاين اللي درت لهم طوفيه كراميل خاصه بلي طارتولات. هذا منتوج جديد، نورمالمون منتوج جديد. انا كي جابوها لي لقيتها جامده لداخل، ومكتوب فيها سبيسيال تارتولات و لي فون دو طارت. تجي في لي فون دو طارت نعملو بها. هنا راني كل وحده واش درت لها. وحده درت لها الطوفيه كراميل صنع منزلي، وحده درت لها ديك الكراميل مشريه ومعجون المشماش، وكاين اللي درت لهم سوبر كريم بذوق الليمون. والتزيين شوفوا كاين اللي درت لهم سكر غلاس، كاين اللي درت لهم الكاوكاو من الفوق، الجوز مرحي، كاين اللي درت لهم الكلاصاج. كان عندي الكلاصاج تاع عطر الليمون تاع الليمون.
درتو لها. كاين اللي ثاني درت لها بذوق الفراولة، كاين درت لها من الفوق الجلجلان، كاين درت لها نوا د كوكو، يعني الشي اللي متوفر عندك. هنا شوفوا هذه الحبة درت لها سوبر كريم لداخل، ودرت لها كلاصاج بذوق الليمون، جات ولا اروع. وهاو ليك التزيين اللي كان درتو لكم. قلت لكم درت بالجلجلان، درت بسكر كلاصي، درت بال بالكلاصاج بذوق الليمون، درت بذوق الفراولة، درت بالجوز. يعني تزيين مختلف، والجود بالموجود. واش عندك تقدري ديرها غير غير سكر كلاص كيما بكري، وراح تجي سلطانة المايدة كيما يقولوا. ولا أروع، جا صابلي من أروع ما يكون بطريقة سهلة، مكونات موجودة في كل منزل. أنا صدقوني هذا واش بقى لي مكونات في الدار شوية شوية درت هذا الصابلي الذي لا يعلى عليه. الصابلي ما يخطيناش في المائدة، مائدة العيد بإذن الله. شوفوا كيفاش جا هشيش وجا هايل يتفتت، والبنة ما نحكي لكمش، روعة روعة روعة. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالجيم للفيديو، بارطاج مع أحبابكم وصحابكم حتى تعم الفائدة وتكبر الدار بإذن الله. ما تنسونيش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف. إن شاء الله يعجبكم الوصفات اللي قدمتها لكم كتشكيلة من حلويات العيد. سلام.